دقيقاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع الصحه؟ اليوم جبت لكم واحد الفوكاتشا خفيفه خفه نزربن. اللي ما كيبغيش البيتزا فيها صوص طوماط، يعني كتجي الحرقه ولا شي حاجه زوينه بنينه مفشفشه ما نقولش لكم مفشفشه. هنا البنات عندي معلقه ديال السكر البني ومعلقه صغيره ديال الملح وجوج خمارات من فئه 7 غرام، هي 14. هنا كاس ديال الماء سخون، ماشي سخون بزاف، دافي شويه. كنخلطهم البنات ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. هنا البنات بالمرتاحوا لي واحد 10 دقائق كما كتشوفوا بحال هكا. كنعاود نخلطهم، كنزيد هنا واحد دانون مسوس، هذا اختياري، دانون مسوس اختياري، اللي بغى يزيدو اللي ما يبغيش يزيدو ماشي مشكل. غير هو هاد دانون مسوس كيطري العجينه. ونص كاس ديال الزيت، نفس هذاك ديال نفس الحك ديال دانون عبرت به دقيقاتي، ما نبقاش نقوي عليا في قهوه الماعن. نص كاس ديال الزيت. وهنا البنات انا ديجا كنت حطيت كاس ديال الفرينه، ما شدش ليا، ما تصورش ليا، ما عرفتش علاش. هذا كاس اخر ديال الفرينه، يعني التوتال كامل 2.5 كيسان ديال الفرينه جاتني انا. هاد الفرينه عندي ما كتشربش ليا السوائل، هذاك الشيء علاش طلب ليا بزاف ديال الفرينه. هنا دقيقاتي شويه ديال الزعتر، زدت فيها شويه ديال الزعتر. وهنا نكمل نجمعها بالزيت باش ما تبقاش تلصق ليا بحال هكاك، باش ما نبقاش نزيد في الماء ونزيد في، كتكون خفيفه دقيقات هاد العجينه وطريه كما كتشوفوا قدامكم. هنا شويه ديال زيت الزيتون، زيت العود، دقيقاتي زيت العود داكشي ديالنا، ما نبقاوش نديروا على بعضياتنا بحال هكا البنات. كتجي العجينه كنخليها ترتاح بل ما يتضاعف الحجم ديالها. ندير عليها السلوفان وندير عليها واحد الزويف ونخليها ترتاح كما كتشوفوا دقيقاتي بحال هكا. هنا ها هي العجينه ديالي ارتاحت، شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال ضاعفات بزاف. كنجمع نخرج من هذاك الهواء باش ما تدقصش ليا من نبغي نطيبها بحال هكاك. هنا عندي واحد الطاوه ديال الفران ديجا حطيت فيها واحد نقيطه ديال الزيت، ونسرح هاد الفوكاتشا ديالي بحال هكا، نسرحها كما كتشوفوا بحال هكا في الفيديو. ما تكونش رقيقه بزاف، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف. انا هنا دقيقاتي كنقطع فيها باش ملي نطيبها ونحطها تسهل عليا التقطاع ديالها، ما نجرحش الطاوه ديالي، لحقاش ما درتش انا داك بابي كويسون من التحت. هنا دقيقاتي عندي شويه ديال الحبق حتى هو اختياري البنات، اللي بغات ديروا اللي ما بغاتش دير الزعتر كيف ماشي مشكل. حنا ما نبقاوش نكومبليكيو علينا الحياه. انا قطعت واحد نص مطيشه درتها من الفوق. هنا الزيتون كحل، واحد جهه درت فيها زيتون كحل وجهه ما درتش فيها، لحقاش عندنا هنا في الدار كاين اللي كياكل الزيتون كاين اللي ما كياكلوش. انا وحده من الناس اللي ما كياكلش الزيتون. وهنا دقيقاتي درت شويه موتزاريلا محكوكه. هذه بطبيعه الحال الخفيفه زوينه، هذه بحال هكا العشيه بنادم ما يبقاش حاضي، غير يعني دير الماكله تكون شويه ثقيله ولا شي حاجه، هادشي خفه نزربن في ساعه. وهنا البنات واحد الخويط ديال زيت العود من الفوق كما كتشوفوا دقيقاتي بحال هكا، وندخلها للفران ديالي تطيب ليا تنفخ تبارك الله ما شاء الله. وها هي البنات خرجتها من الفران، شوفوا تبارك الله ما شاء الله المنظر ديالها بوحدو كيشهي، ما نقولش لكم كي دايره المذاق يا سلام وزوينه. نتمنى من الله تجربوها البنات، واعطوني بطبيعه الحال ارائكم في التعليقات. بالصحه وبالراحه البنات.